أكد الباحث المغربي في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بلال المراوي أن الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر باتت تدرك أن مآلات ملف الصحراء المغربية تتجه بشكل واضح نحو تسويات نهائية تصب في صالح المغرب وفق منطق الشرعية الدولية، وهو ما يفسر بحسبه حالة التشنج والارتباك التي تطبع سلوك النظام الجزائري خلال المرحلة الأخيرة. وأوضح لمراوي في تصريح خص به أخبارنا أن الاستفزازات المتكررة على الحدود، خصوصاً التحركات التي تم تسجيلها قرب قصر إيش ضواحي فكيك، إلى جانب التحركات الاستعراضية في مناطق مثل غار قبيلات، تندرج في سياق محاولات لصرف انتباه الرأي العام الجزائري عن التحولات العميقة التي يعرفها هذا الملف، بعدما بدأت دوائر القرار هناك تستوعب أن نهاياته لم تعد في صالح الأطروحة الانفصالية التي راهنت عليها الجزائر لعقود. وختم الباحث المغربي تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر بعد نهاية ملف الصحراء المغربية لن تكون كما قبلها، معتبراً أن سقوط هذه الورقة سيكشف حجم الاختلالات البنيوية التي راكمها النظام العسكري، وينهي مرحلة طويلة من الابتزاز السياسي الذي استخدم لإطالة عمر سلطة فقدت الكثير من مبررات بقائها.